عمرك حسيت موقف حصل لك قبل كده وعدى بس جواك لسه معداش؟ إنك تصحى من نومك مفزوع لما تحلم بحاجة حصلت قبل كده من سنين، إنك تتوتر فجأة من صوت أو مكان أو حتى ريحة بتفكرك بالموقف اللي عدى، ومع إن الناس حواليك شايفة إن الموضوع خلص لكن أنت شايفه لسه موجود. خليني أقولك على حاجة مهمة جدا، في فرق كبير بين إنك تفتكر موقف مؤلم وبين إنك تعيشه كل يوم من جديد. الاضطراب ده اسمه اضطراب ما بعد الصدمة، وده مش ضعف ولا دلع ولا انت مكبر الموضوع، ده جرح نفس عميق مش باين للعين. تعالوا نفهم مع بعض ليه بيحصل وكمان ازاي نعالجه وازاي الاطفال ممكن يتعرضوا للاضطراب ده، ونفهم كمان مع بعض الفرق بين اضطراب ما بعد الصدمة واللي بيعيش دور الضحية. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم. معاكم باسم من قناة هيوكا. تعالوا نفهم مع بعض الموضوع بالتفصيل، وهنبدأ الأول بمعنى اضطراب ما بعد الصدمة. اضطراب ما بعد الصدمة الاختصار بتاعه PTSD، والاسم بالكامل هو Post Traumatic Stress Disorder. وبحسب DSM-5 الاضطراب ده بيظهر على الشخص بعد ما بيتعرض لحدث صادم. وقبل ما نكمل كلامنا في مصطلحين عايز نحفظهم مع بعض علشان هيتكرروا كتير. أول مصطلح هو DSM-5، وده معناه الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات النفسية، وده دليل نشرته الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، وعن طريقه بيفسروا أعراض وعلامات حالات الصحة العقلية. وكل ما يكتشفوا اضطرابات جديدة أو تغيير في الاضطرابات بيصدروا نسخة من DSM ده لحد ما وصلوا DSM-5 اللي هو النسخة الخامسة يعني. تاني مصطلح معانا هو ال ICD-11، وده هو التصنيف الدولي لأمراض الصحة العقلية، وده أصدرته منظمة الصحة العالمية. ودلوقتي تعالوا نرجع نكمل موضوعنا. زي ما قلنا إن الاضطراب ده بيظهر على الشخص بعد ما يتعرض لحدث صادم. الحدث ده بيكون فيه تهديد حقيقي بالموت أو إصابة خطيرة، وممكن اعتداء جنسي، أو إن الشخص بيشوف حدث مروع بيحصل لحد تاني. يعني مش شرط إن الحدث يحصل معاه هو نفسه. ولازم نفهم إن مش أي حزن هو اضطراب ما بعد الصدمة، ومش أي علاقة فشلت تبقى اضطراب. والشرط الأساسي عشان نقول إن الشخص ده عنده اضطراب ما بعد الصدمة إن الحدث اللي يحصل لك يهز إحساسك بالأمان بشكل جذري، مش مجرد خوف وخلاص. طيب وقت الصدمة إيه اللي بيحصل للمخ؟ في وقت الصدمة المخ بيدخل في حالة اسمها وضع البقاء، وفي منطقتين في الدماغ بيحصل لهم حاجة عكس بعض. أول منطقة هي اللوزة الدماغية. اللوزة الدماغية دي وقت الصدمة بتشتغل بأقصى طاقة، ودي المسؤولة عن اكتشاف الخطر بسرعة. كمان بتخزن الذكريات العاطفية القوية، وبالتالي إحساس الخوف والخطر بيزيدوا وبيستمروا بسبب مين؟ اللوزة الدماغية. تاني حاجة القشرة الأمامية اللي في المخ. القشرة الأمامية دي هي اللي بتهدي الخوف وبتفسر المواقف بالمنطق، ودي في اللحظة دي نشاطها بيقل جدا وبتهدى. طيب أنا عندي حاجة بتخلي الخطر بيزيد والخوف بيزيد والمشاعر والعواطف بتبقى قوية، وحاجة تانية بتخلي المنطق والتفكير السليم يقلوا. يبقى إيه النتيجة اللي هتحصل وقت الصدمة؟ المخ ساعتها بيسجل الحدث ده كأنه خطر مستمر، مش مجرد ذكرى قديمة وعدت. علشان كده المصاب باضطراب ما بعد الصدمة مش بيفتكر الحدث ده، بيعيشه. طيب ايه اسباب اضطراب ما بعد الصدمة وايه عوامل الخطورة لو سبناه؟ اسباب اضطراب ما بعد الصدمة كتيرة، زي مثلا التعرض المباشر لحدث مرعب، يعني مثلا حوادث خطيرة زي حوادث عربيات، حد يقع من مكان مرتفع، اي حادثة ممكن تحصل لانسان، هي دي الحوادث الخطيرة. كمان الاعتداءات الجسدية او الجنسية، يعني مثلا حد يتضرب بالنار، حد يدخل في خناقة جامدة ويتصاب، أو مثلا في حالات البلاد اللي فيها حروب، دي برضو بتعمل اضطراب ما بعد الصدمة. كمان الكوارث الطبيعية زي الفيضانات والزلازل والبراكين، كل دي بتخلي الناس اللي عايشة في المكان ده يتعرضوا لاضطرابات ما بعد الصدمة. تاني سبب من الأسباب هو مشاهدة الحدث الصادم، يعني مش شرط ان الحدث يحصل لك انت شخصيا، لكن ممكن انت تشوف حدث صادم قدامك بيحصل لحد تاني، زي مثلا حد يشوف حد بيتقتل، او حد بيتعذب، حد بيتضرب بالنار، او يشوف حادثة بتحصل قدام عينه. كمان ممكن حد يفقد حد عزيز عليه، ده بيدخله في صدمة.
تالت سبب الصدمات المتكررة زي العلاقات السامة طويلة المدى، إن واحد يدخل في علاقة سامة وبيفضل فيها فترة طويلة، سنة واتنين وتلاتة. الشخص ده ممكن يتعرض لاضطراب ما بعد الصدمة وبيحتاج وقت عشان يخف ويتعافى. كمان العنف الأسري ضد الأطفال أو شريك الحياة ده برضه بيعرض لاضطرابات ما بعد الصدمة. رابع سبب هو تاريخ سابق للأمراض اللي بتسبب الاضطرابات دي، زي مثلا شخص عنده تاريخ سابق للقلق أو الاكتئاب، والاكتئاب ده حاجة مش هينة وهناخد عنه حلقة كاملة وهنعرف عنه حقائق مذهلة مش هتصدقوها. كمان في صدمات الطفولة، حاجات اللي بتحصل للشخص قبل كده في الطفولة دي بتخليه معرض ان هو يحصل له اضطراب ما بعد الصدمة. خامس سبب من الأسباب هو غياب الدعم بعد الصدمة، يعني شخص حصل له حادثة أو شاف قدامه مشكلة أو فقد حد عزيز عليه أو شاف قدامه موقف مرعب وما حصلش على الدعم اللازم بعد الصدمة، في اللحظة دي ممكن يدخل في اضطراب ما بعد الصدمة. يعني هنا الدعم ده عامل مناسب جدا وحاسم جدا يمنع ان الشخص يدخل في الاضطراب ده. بس لازم نخلي بالنا ان مش كل اللي بيتعرض لصدمات بيتصاب باضطراب ما بعد الصدمة، لكن في عوامل ضعف بتزود احتمالية الإصابة ودي بتختلف من شخص للتاني. يعني مثلا لا قدر الله في حادثة سيارة بيكون في مجموعة من الأشخاص داخل السيارة، بنلاقي في حد اتصاب باضطراب ما بعد الصدمة وباقي الناس ما فيش عندها أي مشكلة، فاحتمالية الإصابة بالاضطراب ده بتختلف من شخص للتاني. علشان نقول إن الشخص ده عنده اضطراب ما بعد الصدمة لازم التشخيص بتاعه يشمل 4 مجموعات أعراض لمدة شهر أو أكتر. وأول مجموعة هي إعادة المعايشة. مجموعة إعادة المعايشة دي بيحصل فيها فلاش باك، يعني الشخص بيفتكر الحدث كأنه لسه حاصل، وبيفتكره هنا مش معناها بمزاجه، ده غصب عنه يفتكره في اللحظة دي مع إن الحدث مر عليه وقت. كمان في إعادة المعايشة بيحصل كوابيس، الشخص بيحلم بالحدث وبيقوم مفزوع من النوم، ومش مرة ولا 2. الأعراض دي بتستمر لأكتر من 3 أسابيع وشهر كمان. كمان من ضمن أعراض إعادة المعايشة بنلاقي في ذكريات اقتحامية بتحصل للشخص، يعني أنت بتكون قاعد في أمان الله وهادي وبتتكلم في موضوع عادي جدا، فجأة بتفتكر الحدث ده كأنه لسه حصل دلوقتي مع إنك ما جبتش سيرته، كنت بتتكلم في موضوع بعيد عنه تماما. كمان بتلاقي فيه انزعاج شديد جدا وقلق وخوف في بعض الأحيان لما بتفتكر الحدث ده. دي كلها اسمها إعادة المعايشة، ودي أول مجموعة في ال4 مجموعات اللي قلنا عليها. تاني مجموعة وبتشمل أعراض هي التجنب، زي مثلا تجنب الأماكن، المكان اللي حصلت فيه الحادثة سواء شارع أو مدينة، تحس إن أنت كل ما تقرب من المكان ده تفتكر الحادثة، تلاقي نفسك تتجنب تعدي في المكان ده. كمان ممكن تتجنب أشخاص زي شخص كان معاك في الحدث، أو مثلا تتجنب الأفكار المرتبطة بالصدمة، ودي تاني مجموعة وهي مجموعة التجنب. المجموعة الثالثة من الأعراض الأساسية هي تغييرات سلبية في التفكير والمزاج. يعني إيه؟ يعني بتلاقي فيه لوم للنفس، الشخص بيلوم نفسه، بيقول يا ريتني ما عملت كده، يا ريتني ما رحت المكان ده. تلاقي فيه لوم مستمر وتأنيب مستمر للشخص. كمان من ضمن الحاجات اللي بيحس بيها تلاقيه بيحس بالذنب وبالعار من جواه. كمان بيفقد الاهتمام بالحياة ويحس انه عاوز ينفصل عن الناس، في احساس بالانفصال عن الناس. كل ده بيسبب تغييرات سلبية في التفكير والمزاج. رابع مجموعة بقى هي مجموعة فرط الاستثارة، يعني بتلاقي فيه توتر دائم من أقل حاجة، مش بس التوتر ده كمان سرعة غضب، سهل انه يتعصب وينفعل بسهولة جدا من أقل حاجة. كمان دايما بتلاقيه بيعاني من الأرق، ما بيجيلوش نوم، وساعات بيكون في يقظة مفرطة معاه، يصحى من وسط النوم كده في نص الليل وما يعرفش ينام تاني، والموضوع ده بيحصل له بشكل متكرر. كمان ردة فعله مبالغ فيه لأي صوت مفاجئ، تلاقيه قاعد في أمان الله يسمع صوت بيتخض والخضة بتاعته تكون مفاجئة وشديدة، رد فعل كده مبالغ فيه. ودي هي المجموعات ال4 اللي فيها الأعراض الأساسية، ولو الأعراض دي مستمرة أكتر من أسبوعين وبتأثر على الحياة اليومية ساعتها هنا بنتكلم في اضطراب. طب ليه أكتر من أسبوعين؟ علم النفس بيقولك إن الشخص محتاج أسبوعين علشان يمر بأي أزمة ويعديها، يعني حادثة حصلت له، فقد شخص عزيز عليه، محتاج لأسبوعين عشان يبدأ يقف على رجله، وهنا بنتكلم إنه يستعيد حياته العادية مش ينسى الحدث. لكن الشخص اللي مستمر وواقف عند نفس النقطة ومش قادر يعدي الحدث وعدى الموضوع عليه أكتر من أسبوعين، هنا احنا بنتكلم في اضطراب.
طيب لو قدامنا شخص بيتكلم، ازاي يعرفوا من كلامه ان عنده اضطراب ما بعد الصدمة؟ الحقيقة ان في مؤشرات واضحة لكل شخص بيتكلم بتخلينا نقول ان ده عنده اضطراب ما بعد الصدمة. زي ايه؟ يعني بنلاقي الشخص بيكرر نفس القصة بنفس الانفعال. مش بس كده، ده كمان من ضمن المؤشرات بنلاقي الشخص لما بيتكلم عن الحدث نبرته بتتغير فجأة. يعني ممكن يكون بيتكلم بطريقة عادية جدا، ولما يجي يتكلم عن الحدث في وسط الكلام ويفتكره كده تلاقي النبرة اتغيرت، التوتر والانفعال، النفس بيزيد. في اللحظة دي نقدر نقول عليه ان هو بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. كمان بنلاقيه بيقول جمل زي انا عمري ما هنسى اليوم ده، او مثلا يقولك ما بقاش في امان في الدنيا. تلاحظ كمان ان هو وهو قاعد بيتكلم بيسند ظهره للحيط كده، تحس ان هو عاوز يلزق في الحيط، عاوز يحس بامان كده. كمان بتلاقي عينه بترصد المكان كأنها رادار، بيبص حواليه بطريقة غريبة كده، ويتوتر من الأصوات البسيطة. وده كله مش تمثيل، ده جهازه العصبي لسه عايش في وضع الحرب بتاعة الحدث ده. وهنا بنوصل للسؤال مهم جدا، هل الأطفال ممكن تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة؟ هقول لك طبعا، الأطفال ممكن يظهر عليهم اضطراب ما بعد الصدمة، بس بيظهر بشكل مختلف شوية. يعني بنلاقي فيه تأخر في المهارات، زي مثلا الكلام، أو التدريب على استخدام الحمام، أو مثلا المهارات الحركية زي الجري واللعب بالكورة والحاجات دي. بنلاقي فيه مشكلة في المهارات بتاعة الطفل. كمان بنلاقي عنده الطفل صعوبات تعلم. الطفل بطبعه فضولي، يحب يسأل كتير وعن أي حاجة. الطفل اللي عنده اضطراب ما بعد الصدمة مش بيسأل نهائي. كمان بنلاقي الطفل دايما بيحصل له كوابيس ويقوم مفزوع ويعيط. كمان سلوك الطفل نفسه بيبقى غريب، يعني أحيانا بنلاقي السلوك عدواني أو انسحابي. يعني عدواني بنلاقيه عصبي دايما، بنلاقيه بيعلي صوته، بيحاول يضرب. أو مثلا انسحابي دايما بيقعد لوحده، مش بيحب يقعد مع حد، حتى الأطفال اللي في سنه. كمان بنلاقي الطفل بيحس باللوم في نفسه، بيحس بالدونية وإحساس إن هو قليل. وده على فكرة عرض مشترك بين الأطفال والكبار، وأخطر عرض بيكون فيه الطفل هو إحساس إن هو السبب. ودي بتكون أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند الأطفال. طيب أي شخص كبير أو طفل، أي حد عنده اضطراب ما بعد الصدمة لو ما تعالجش، إيه المضاعفات بتاعة الاضطراب ده؟ هقولك إن مضاعفات الاضطراب لو ما تعالجش الإصابة بالاكتئاب. والاكتئاب زي ما قلت لحضراتكم ده حاجة كبيرة جدا، مش زي ما احنا فاهمينها اللي هو واحد قرفان ومتضايق وموده متغير. لا، الموضوع أكبر من كده بكتير، وهنتكلم عنه في فيديو بالكامل. كمان القلق المزمن، دايما قلقان ومضطرب ومتوتر. كمان الموضوع ممكن يتضاعف معاه ويوصل لإدمان، زي إدمان المخدرات أو الإباحية أو حتى إدمان الكحوليات. والإدمان هنا بيكون وسيلة سريعة للهروب، كأنه مسكن كده بياخده عشان يعدي الاضطراب بتاعه. كمان من ضمن المضاعفات هي اضطرابات الأكل، زي مثلا انخفاض في الشهية أو الشراهة في الأكل. بس أغلب المصابين باضطراب ما بعد الصدمة بيكون عندهم انخفاض في الشهية. كمان الأفكار الانتحارية، في بعض الأحيان الأفكار دي ما بتبقاش مجرد أفكار، ده بيحاول كمان ينفذها، مش بس تفكير. علشان كده بنقول إن التدخل بدري في علاج الحالة بيكون مهم جدا جدا، لأن لو سبناها للمضاعفات الموضوع ساعتها بيكون خطير جدا وعلاجه بيكون صعب. طيب دلوقتي بنوصل للعلاج. العلاج ده بيكون بيشمل ايه؟ الحقيقة ان العلاج بيشمل لثلاث حاجات. اول حاجة هي CBT او العلاج المعرفي السلوكي، وده بيساعد الشخص ان هو يعيد تفسير الحدث مرة تاني، ويفصل بين الماضي وبين الحاضر، يصحح المفاهيم الغلط اللي في دماغه. كمان تاني حاجة علاج EMDR، ودي تقنية متقدمة جدا، ودي بنعمل من خلالها إعادة معالجة للذكريات الصادمة. وسواء الطريقة الأولى أو التانية دي بتتم عن طريق متخصص. كمان ساعات بنستخدم الأدوية، ودي تالت خطوة في العلاج. بس الأدوية هنا مش بتمسح الذكرى، لكن هي بتمسح الألم المرتبط بالذكرى، زي إن هي مثلا بتعالج القلق أو الاكتئاب المرتبط بالحادثة دي. بس طبعا الأدوية دي لازم تكون تحت إشراف طبيب نفسي. طيب لو عندي طفل مصاب باضطراب ما بعد الصدمة، إيه اللي ممكن أعمله معاه؟ أول حاجة لازم نسمح للطفل بالبكاء. والبكاء هنا مش مجرد رد فعل، ده حاجة بيفرغ عن طريقها غضبه وحزنه ومشاعره السلبية. ويا ريت يا جماعة بلاش حكاية إن مفيش راجل بيعيط، دي حكاية اللي بنقولها دايما للأطفال، لأن أي حد ممكن يعيط، ودي مش حاجة عيب ولا غلط.
ودي زي ما قلت لكم هي طريقة لتفريغ المشاعر السلبية. كمان لازم نناقش الطفل بس لما يكون مستعد للكلام. يعني ايه؟ بلاش تضغط عليه، مش عايز يتكلم في الموضوع خلاص، لأن ضغطك عليه بيزود المشكلة. كمان لازم ندي الطفل فرصة ان هو يعبر عن مشاعره، زي مثلا نخليه يرسم، نخليه يكتب، نخليه حتى يتكلم واحنا نسمعه. والأهم من ده ان احنا نظبط الجانب المعرفي عنده، يعني نفهمه ان اللي حصل ده مش ذنبه وان هو مغلطش، لانه بيبقى عنده احساس بالذنب. كمان لازم نحافظ على روتين الطفل، ودي حاجة مهمة جدا يا ريت ما تستهونش بيها، زي ان انت تحافظ على وقت الوجبات بتاعة الطفل، الفطار والغداء والعشاء. كمان وقت النوم بتاعه لازم يبقى له ميعاد ينام فيه. كمان يا ريت يبقى فيه قراية القصص قبل النوم، ودي مهمة جدا وهتفرق في نفسية وعقلية الطفل. وهنا بنوصل لنقطة مهمة جدا في حلقتنا، وهي الفرق بين اضطراب ما بعد الصدمة ودور الضحية. النقطة دي حساسة جدا، لأن في ناس عايشة دور الضحية وفاكرة نفسها عندها اضطراب ما بعد الصدمة. بس عايز أقولك إن الشخص اللي عنده اضطراب ما بعد الصدمة فعلا بتلاقيه بيتجنب الألم ويحاول يهرب منه. كمان بتلاقيه نفسه يخف، نفسه يبطل يفكر في الموضوع. كمان بيتعب من الذكرى، لما بيفتكر الموضوع بيتعب. أما الشخص اللي بيلعب دور الضحية اللي بتلاقيه بيكرر القصة عشان يحصل على مكاسب، زي مثلا إن هو يبتز الأهل، يرمي اللوم عليهم دايما ويقول لهم انتوا السبب في اللي حصل لي ده. هنا بقى ده عايش دور الضحية. كمان مش بيدور على علاج، هو مبسوط بالوضع اللي هو فيه، وتلاقيه دايما يستخدم الألم علشان يكسب التعاطف والشفقة للناس اللي حواليه. كل شوية يحكي لحد يعرفه ده أنا حصل لي كذا وكذا علشان خاطر إنه يتعاطف معاه ويشفق عليه. ولازم نفهم إن الفرق بين دور الضحية واضطراب ما بعد الصدمة مش في حجم الألم، الفرق الحقيقي في الاتجاه الداخلي. يعني من جواه هل هو عايز يتعافى ولا عايز يعيش الدور ويفضل مكمل فيه. طيب لو انت عندك حد عنده اضطراب ما بعد الصدمة وعايز تساعده، عايز اقول لك حاجتين كده لازم تعملهم. اول حاجة، ما تفتحش الماضي بقوة وتفضل تضغط عليه، لان زي ما قلت لكم ده هيزود المشكلة مش هيعالجها. كمان لازم تثبت احساس الامان عنده، فهمه دايما ان الموضوع انتهى وان هو دلوقتي في امان، ودي حاجة مهمة جدا. ولازم تفهم ان دورك انك تهيئ البيئة للشخص ده، مش انك تعالجه. وبعد كل الكلام اللي احنا سمعناه ده، لو حسيت ان الكلام ده كله حصل لك، اعرف ان انت مش ضعيف، لكن جهازك العصبي اللي لسه بيحاول يحميك هو اللي عمل كده. بس الحماية دي للأسف بقت مؤذية دلوقتي. لكن الخبر الحلو ان المخ يقدر ينظم نفسه تاني، والتعافي ممكن وسهل جدا، بس محتاج شجاعة ومساعدة صح.